السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين والمشاهدات، ان شاء الله احنا النهارده هنكمل سلسلة البنادق الهوائية، واحنا كنا بدأنا من الفيديو اللي فات نتكلم على البنادق اللي هي الهواء المشحون مسبقا البي سي بي. النهارده هنتكلم بقى على انواع بنادق البي سي بي لشركة ديانا العالمية. اول بندقية يا جماعة هنتكلم عنها النهارده هي بندقية ديانا موزر كي 98. طبعا البندقية دي هي بتجمع في شكلها بين البندقية الألمانية الكلاسيك، البندقية التاريخية من حيث الشكل، ولكن في الوقت الحالي هي أصبحت متوفرة بنفس الشكل لكن بنظام ضغط الهواء اللي هو المشحون مسبقا هو البي سي بي. طبعا الدبشك زي ما انتم شايفين طبعا تحفة فنية، رائع التصميم من الخشب، به وسادة مطاطية لامتصاص الصدمات. طبعا البندقية دي ذات ذراع جانبي، الماسورة مزودة بنشان أمامي ونشان خلفي قابل للتعديل ونشان أمامي مغطى. كمان هتلاحظوا ان الزنات هنا قابل للتعديل على مرحلتين وهو T06 ده الزنات، والأمان يدوي. وكمان البندقية دي مهيئة لمنظار 11 ملي، وبها خزنة مزودة ب 12 طلقة عيار 4.5 ملي و10 طلقات عيار 5.5 ملي. طبعا زي ما انتم شايفين البندقية تحفة فنية طبعا، وشركة ديانا معروفة ان هي شركة تتميز بدقة التصميمات وكمان الخامات الممتازة المستعملة في صناعة بنادقها. اما عن مواصفات هذه البندقية، فالبندقية دي يا جماعة بتيجي في عيارين 4.5 ملي و5.5 ملي، سرعتها في 4.5 ملي 320 متر في الثانية، وفي 5.5 ملي 290 متر في الثانية. وزنها 3 كيلو. الطول الإجمالي حوالي 109 سنتي، طول الماسورة 54 سنتي ونص. الطاقة في 4.5 ملي 27 جول، وفي 5.5 ملي 35 جول. طبعا آلية الإطلاق ضغط الهواء البي سي بي، الصناعة ألماني. سعة المخزن في 4.5 ملي 12 طلقة، وفي 5.5 ملي 10 طلقات. طبعا سعة الاسطوانة هي 100 سي سي. ضغط الاسطوانة 200 بار. عدد الطلقات لكل تعبئة تتراوح بين 20 و 30 طلقة على حسب العيار. الأمان يدوي، سعرها $380. أما البندقية التانية اللي هنتكلم عنها النهاردة هي ديانا بي 1000 ايفو 2 تي اتش. طبعا البندقية دي زي ما انتم شايفين كده تحفة فنية. يعني ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي اللي موجودة في البندقية؟ اولا الدبشك رائع جدا من خشب الزان. الدبشك كمان منقوش بنقوش جميلة جدا على مقبض والساعد لإحكام قبضة المصوب. كمان التانك الهواء من الألمنيوم، والدبشك مزود بخدود وبوسادة مطاطية لامتصاص الصدمات قابلة للتعديل. وكمان هتلاحظوا التجويف اللي موجود في الدبشك ده للمساعدة على إحكام قبضة المصوب. كمان الزنات على مرحلتين وقابل للتعديل T06. البندقية دي زي ما انتم شايفين هي بدون نشان أمامي ولا نشان خلفي. هي طبعا لازم هنا استخدام منظار، والمنظار 11 ملي. بها منظم لتعبئة الهواء، وهي تأتي زي ما انتم شايفين في لونين، في اللون الأسود واللون اللي هو الطبيعي، لون الخشب الطبيعي. طيب أما عن مواصفات البندقية دي يا جماعة، اولا هي بتيجي في عيارين 4.5 ملي و5.5 ملي. سرعتها في 4.5 ملي 310 متر في الثانية، وفي 5.5 ملي 290 متر في الثانية. وزنها 3 كيلو و300 جرام. طول الماسورة الطول الإجمالي 99 سنتي، طول الماسورة 46 سنتي. الطاقة بتاعتها في 4.5 ملي 29 جول، وفي 5.5 ملي 44 جول. آلية الإطلاق ضغط الهواء بي سي بي، الصناعة ألماني. سعة المخزن 14 طلقة. سعة الأسطوانة 170 سي سي. ضغط الأسطوانة 200 بار. عدد الطلقات لكل تعبئة هي 70 طلقة. الأمان أوتوماتيك، سعرها $1056. طيب أما البندقية اللي بعد كده يا جماعة هي
نفس الموديل ديانا P1000 ايفو 2. لكن هنا الفارق بين البندقيتين يا جماعه في الدبشك، ان البندقيه اللي فاتت اللي هي الدبشك بتاعها في التجويف اللي هو بيساعد على احكام قبضه الصياد، لكن هي نفس المواصفات. طبعا من خشب الدبشك، من خشب الزان، في وساده مطاطيه لامتصاص الصدمات، في خدود، في نقوش على المقبض والساعد لاحكام القبضه. طبعا كمان الزناد قبل التعديل على المرحلتين T06، والتانك الهواء من الألمنيوم، وكمان مفيهاش لا نشان امامي ولا نشان خلفي، والامان في البندقية دي اوتوماتيك. اما عن مواصفات هذه البندقية يا جماعة، هي نفس مواصفات البندقية اللي فاتت. هي بتيجي في عيارين 4.5 مللي و5.5 مللي، سرعتها في 4.5 مللي 310 متر في الثانية، وفي 5.5 مللي 290 متر في الثانية. وزنها 3 كيلو 200 جرام. الطول الإجمالي 96 سنتي، طول الماسورة 46 سنتي. طاقتها في 4.5 مللي 29 جول، في 5.5 مللي 44 جول. آلية الإطلاق ضغط هواء PCB، إصناع ألماني. سعة المخزن 14 طلقة. سعة الأسطوانة 170 سي سي. ضغط الأسطوانة 200 بار. عدد الطلقات لكل تعبئة 70 طلقة. الأمان أوتوماتيك، سعرها $1056. هو الفرق بين البندقيتين يا جماعة، الفرق فقط في التجويف اللي موجود في الدبشك. طيب نيجي للبندقية اللي بعد كده يا جماعة، هي البندقية ديانا سكاي هوك. طبعا البندقية دي زي ما انتم شايفين في منها أشكال عديدة جدا. في منها طبعا الخشب، في منها الأسود، في منها اللامينيتد اللي هو زي ما قلنا اللي هو بتبقى مجموعة من الطبقات بتدمج مع بعض وبتدينا الشكل اللي هو اللامينيتد ده. طبعا البندقية دي يا جماعة زي ما انتم شايفين فيها التجويف اللي هو الإحكام القبضة، فيها نقوش على المقبض والساعد، فيها فيها وسادة مطاطية لامتصاص الصدمات قابلة للتعديل. طبعا فيها ذراع جانبي ده اللي بتقوم بيه بالتعمية. في طبعا الزناد على مرحلتين. الماسورة شاودد بالكامل، مغطاة بالكامل، والأمان يدوي. زي ما شايفين هي جاية في 4 أشكال اللي انتم شايفينهم. أما عن مواصفات البندقية دي يا جماعة، فهي بتيجي في 3 عيارات، في 4.5 مللي، في 5.5 مللي، في 6.35 مللي. سرعتها في 4.5 مللي 300 متر في الثانية، في 5.5 مللي 290 متر في الثانية، في 6.35 مللي 260 متر في الثانية. وزنها من 2700 جرام ل 2900 جرام. الطول الإجمالي بتاعها حوالي 74 سنتي. طول الماسورة 57 سنتي. الطاقة بتاعتها في 4.5 مللي 26 جول، في 5.5 مللي 44 جول، في 6.35 مللي 52 جول. آلية الإطلاق طبعا ضغط الهواء المشحون مسبقا اللي هو PCB، صناعة ألماني. سعة المخزن في 4.5 مللي 11 طلقة، في 5.5 مللي 9 طلقات، في 6.35 مللي 8 طلقات. سعة الأسطوانة 265 سي سي. ضغط الأسطوانة 250 بار. أما عن عدد الطلقات لكل تعبئة، فهي في عيار 4.5 مللي 40 طلقة، في 5.5 مللي 32 طلقة، في 6.35 مللي 20 طلقة. الأمان يدوي، سعرها $763. أما عن البندقية اللي بعد كده، فهي ديانا اوتلو. طبعا زي ما انتم شايفين البندقية دي هي امتداد للتحف الفنية لشركة ديانا العالمية. طبعا ذات دبشك من خشب الزان الرائع. طبعا يعني قمة في الجمال. لو لاحظتوا هنا هتلاقي فيه وسادة مطاطية لامتصاص الصدمات والارتدادات، وكمان في خدود. وهتلاقوا ان الدبشك منقوش على الساعد والمقبض لإحكام قبضة المصوب. أما عن الأمان فهو، وطبعا الأمان يدوي، وهتلاقوا فيها الزناد هو قابل للتعديل على مرحلتين. طبعا البندقية ما فيهاش لا نشان امامي ولا نشان خلفي، لذلك لابد من استخدام منظار. وطبعا فيها ذراع جانبي.
اما عن مواصفات البندقية دي يا جماعة، فهي بتيجي في 3 عيارات، في 4.5 مللي و5.5 مللي و6.35 مللي. السرعة في 4.5 مللي 320 متر في الثانية، في 5.5 مللي 300 متر في الثانية، في 6.35 مللي 280 متر في الثانية. وزنها 3 كيلو. الطول الإجمالي 96.5 سنتي، طول الماسورة 46 سنتي. الطاقة بتاعتها في 4.5 مللي 30 جول، في 5.5 مللي 45 جول، في 6.35 مللي 60 جول. آلية الإطلاق ضغط الهواء الPCB، إصناع ألماني. سعة المخزن في 4.5 مللي 13 طلقة، في 5.5 مللي 11 طلقة، في 6.35 مللي 9 طلقات. سعة الاسطوانة 210 سي سي. ضغط الاسطوانة 250 بار. عدد الطلقات لكل تعبئة حوالي 50 طلقة. الأمان أوتوماتيك، سعرها $699. أما عن آخر بندقية هنتكلم عنها في بنادق الPCB لديانا، هي ديانا ستورم رايدر. طبعا زي ما انتم شايفين هي جاية في شكلين. طبعا في أول حاجة اللي هي دبشك من الخشب، وطبعا دي مزودة بكاتم صوت، وفيها نشان قابل للتعديل، وأمانها يدوي، والزناد كمان قابل للتعديل على مرحلتين. طبعا والبنادق دي يا جماعه ممكن تستخدمها، انت ممكن تستخدمها كوان شوت، يعني ضربه واحده، او مالتي شوت، او ضربات متعدده عن طريق المخزن بتاعها. وزي ما انتم شايفين هي فيها شكلين، فيها الشكل اللي هو الخشبي، وفيها الشكل اللي هو السينتيتيك اللي هو الدبشك من الالياف الصناعيه. اما عن مواصفات البندقية دي يا جماعة، فهي بتيجي في عيارين 4.5 مللي و5.5 مللي. سرعتها في 4.5 مللي 320 متر في الثانية، وفي 5.5 مللي 290 متر في الثانية. وزنها في 4.5 مللي 2 كيلو 200 جرام، في 5.5 مللي 2 كيلو 300 جرام. الطول الإجمالي حوالي 110 سنتي، طول الماسورة 48 سنتي. الطاقة بتاعتها في 4.5 مللي 27 جول، وفي 5.5 مللي 35 جول. آلية الإطلاق ضغط الهواء الPCB اللي هو الهواء المشحون مسبقا، إصناع ألماني. سعة المخزن لل4.5 مللي 9 طلقات، وال5.5 مللي 7 طلقات. سعة الأسطوانة 100 سي سي. ضغط الأسطوانة 200 بار. عدد الطلقات لكل تعبئة في 4.5 مللي 40 طلقة، و5.5 مللي 30 طلقة. الأمان يدوي، وسعرها حوالي $200. وبكده احنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو ده اللي بيتكلم على بنادق ضغط الهواء المشحون مسبقا الPCB لشركة ديانا العالمية. واتمنى ان الفيديو ده ينول اعجابكم، واذا عجبكم الفيديو اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة وتشيروا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.